السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من القصة ديالنا. اللي ما شافش الحلقة الأولى يدوز القناة. نبداو على بركة الله. وهي تطيح وبدات كتركل. الوليدة شدت ليها فراسها وبدات كتقرا عليها آيات الكرسي وكتعاودها. انا ما عرفت ما ندير غير كنشوف بعينيا وصافي. المهم بدات كتقرا عليها بزاف حتى تهدنات وبقات ناعسة. هزيناها انا والوليدة وديناها لبلاصتها وبقات هكاك مهدنا شويه بشي ساعه موراها مع ديك جوايه ديال 10:30 فاقت. قالت لينا بلي خاصها تعطي لشي وحدين يشربوا. كنقولوا ليها شكون هادو؟ كتقول لنا صحابي فيهم العطش، غادي نهبط نعطيهم يشربوا. والو، سدات عليها الوالده الباب ديال الدار وخلاتها كتغوت غب وحده حتى نعسات. المهم جا الوليد مع 12 ديال الليل، لقى كلشي عادي. قال لنا ما وقع والو، كلشي مزيان. قلنا ليه بلي راها شويه دابا وراها نعسات. صافي الوالده قالت لي انا وخويا الصغير نمشيو نعسو، ولكن قررنا انا وخويا الصغير ما نعسوش معاها. نعسلنا ويا في الصاله حيت ما خاصنيش نشوف شي حاجه اللي غادا تخليني نفيق وانا قاري مع 8 ديال الصباح. المهم نعسنا حتى حسيت بالوالده كتفيقني مع 8 ديال الصباح. صافي فطرت ولبست حوايجي ومشيت للمدرسه. تلاقيت مع صحابي نستوني شويه كنضحكوا كنشطوا. كنت عندنا ديك الساعه الرياضه من 10 ل 12 ولعبنا شويه ديال الكره. المهم بدلت داك الروتين ديال الدار. صافي مع 12 رجعت بحالي كالعاده، شديت الطاكسي ومشيت بحالي وصلت للدار. ولكن هاد المره ما دخلتش من الباب ديال الدار، دخلت من الكراج حيت الباب ديال الدار لقيته مسدود من الداخل. المهم دخلت من الباب ديال الكراج، ما تصوروش شنو لقيت باللي الحيوط ديال الكراج كلهم مرسومين بشي وجوه، والله ما تقد تكمل فيهم حتى الشوفه، مرسومين بالفحم حيت الحيط بيض. انا في ديك اللحظه جاني واحد الخوف غريب، وليت داكشي اللي كنت كنقول بلي هما بحالنا بديت بحالا كان فيه. وبديت كنحس باللي البحر بدا كيكبر عليا. كنقول في نفسي اذا بقيت هكا نقدر نتسطى. المهم طلعت في الدروج ب120 كيلومتر في الساعه. فتحت الباب كنلقى خالتي اللي مسكونه والوالده جالسين كيفطروا، وهي تقول لي يا خالتي اهلا اشرف جيتي. قالت لي كي جاك الرسم ديالي في الكراج زوين، حيت هي اصلا كانت في المعهد ديال الفنون الجميله وكترسم مزيان. قلت ليها ما عندي ما يتسال، كترسمي مزيان. وتكمشت بحالي في بيتي. الوالده كانت ما شافتش داكشي حيت شفت لها في وجهها الاستغراب كان باين عليها شويه. المهم دخلت لبيتي وبدلت عليا حوايجي وشعلت البلاي كنلعب شويه، وهي تدخل خالتي قالت لي دير ديك اللعبه اللي كتعجبني حيت كتشوفني ديما كنلعبها. قلت لها لا ناوي نلعب شويه ديال الكره. قالت لي دير هذيك انا ما نزيدش معاك في الهضره. درتها وكنلعب وانا خايف وهي كتضحك والملامح ديال وجهها مبدلين. كنحس بلي ماشي خالتي اللي جالسه حدايا. شويه وانا نسمع شي واحد كيدق في الباب. ارتحيت شويه، فتحت الوالده الباب وكنسمع الكلام في الدروج، الصوت ديال خالي وشي واحد معاه. دخلوا علينا كنشوف خالي ومعاه واحد خينا عنده واحد اللحيه كبيره وصابغها بالحنه، وجهه مهيب. هي شافته بدات كتقول لي خرج عليا، هذا لا يخرج عليا، ما تسوقوش ليها. قال لي يا ولدي انت خرج من البيت، وهو يدخل هو وخالي وسدوا الباب واستراجم. مشى قصدها كيقرا عليها القران وهي كتغوت وعندها واحد الصوت والله ما نقد نوصفه لكم، بحال داكشي ديال الافلام. المهم كيقرا عليها في القران بالجهد، وانا غير مورا الباب كنسمع وصافي. شويه كنسمع الصوت ديال الضرب بدا كيضربها بالصمته، وداك الصوت كيقول لي انا غادي نخرج غير ما تضربش. كيقول له هو يلا هو دابا، كيقول لي لا خو والله وضربتيني ما نخرج. وداك الشيء كيعاود يضربه وكيقرا عليه القران. المهم بدا كيصرعوا شي مده ديال ساعه هكا حتى كنسمعوا داك الجن كيقول واخا انا غادي نخرج ليها. صافي الله يرحم ليك الوالدين بركه ما تضرب، غير يقول لي منين نخرج ليها. كيقول لي داكشي خرج ليها من سبعان رجليها. داك الجن كيقول لي لا غادي نخرج ليها من عينيها باش نعورها، ما نخرج خاوي. بقى عليه الفقيه بالقرايه ديال القران والعصا حتى لواحد اللحظه قال لي صافي دابا والله حتى نخرج لها من رجليها. كيقول لي انا ما درت ليها والو، كيف ما حرقات لي ولدي الصغير باغي نرد حقي. كيقول لي داك الفقيه هي ماشي الغلط ديالها، هي ما كتشوفكمش. المهم شويه داك الجن هداه الله وقال ليه انا دابا غادي نخرج،
واي واحد في هاد الدار دابا فيه الخلعه غادي ندخل فيه وماشي بالاراده ديالي. جا خالي خرج عندنا قال لي خرج انت وخوك الصغير على برا، وخرجنا داز شي 15 دقيقه بحال هكاك. انا كنشوف داك الشيخ وخالي هابطين مضروج وكيضحكوا. انا في ديك الساعه صافي حسيت بالفرحه. جا عندي قال لي ولدي نصحك بالصلاه من دابا الفوق باش ما يوقعلكش كيما وقع لخالتك، وداك الشيء اللي كان. صافي طلعنا انا وخويا الصغير ولقيت خالتي ناعسه، ودخلت انا توضيت وصليت والوالده كطيب الغدا. صليت الصبح والظهر والعصر كان يلا اذن. المهم انا شعلت التلفازه بديت كنتفرج في واحد الفيلم، وهي تنوض خالتي قالت لي اشرف جيتي من المدرسه؟ قلت لها قبيله. قالت لي جيتي بكري، وهي ديك الساعه كانت 4:00 ومدات ما جابتي صحاب ليها يلا داز النهار. دخلت عند الوالده قالت لها وجدتي الغدا ولا باقي؟ شدني واحد الجوع غريب بحال يقولوا ماشي هي اللي كانت كتاكل. صافي حسيت بلي خالتي هي اللي كتكلم معايا وما عندي حتى خوف من الاتجاه ديالها، حيت صافي داكشي اللي كان فيها مشى بحالو. شويه وما يجوا خالاتي الاخرين دخلوا لقاوها جالسه عادي. حسيت بيهم فرحوا بداو كيتكلموا معاها بحال اللي ما عمرها طرات ليها شي حاجه. طبعا هي ما غتعقل على والو حيت الذكريات ديالها مشاو مع داك الجن، وباقا اليوم الى هذا حتى واحد ما قال لها بلي كنتي مسكونه. صافي الامور كلها دازت بخير، وحتى واحد ما عاود جبد السيره ديال هاد الجنون حتى للصيف ديال 2013، واللي نقولوا في هذا العام قلبي جمد على شي حاجه سميتها جنون. المهم انا وواحد 3 ديال صحابي مشينا لواحد الدار نكريوها باش ندوزو فيها الصيف. المهم دخلنا وسدينا الباب ودزنا في وسط ديك الجريده عندها واحد الشجيرات صغار وشي ورد دابل بحال موالينها هاجرينها وباينه عليها ما كتسكنش في الشتاء غير في الصيف اللي كتكرا. واذا ما كذبتش غنكونوا حنا الاولين اللي دخلنا ليها هذا الصيف، وغادي يكونوا مورانا داك الناس اللي جايين يدخلوا ليها في 12 ديال النهار. ما علينا. كاين الباب الاولى ديال الفيلا والباب الثانيه ديال الدار، فتحناها حتى هي ودخلنا. كاين الظلام ما كيبان والو، وبقينا كنقلبوا على المفتاح ديال الضوء وهو يلقاه وليد وشعل الضوء. الصراحه عجبتنا حيت واسعه بزاف. بدينا كنفتقدوا الاحوال زعما شي داخل البيوت شي داخل الكوزينه، ولكن لقينا داكشي موسخ، الكيسان موسخين ما كيتغسلوش، طباصل حتى هما، الغبره حتى هي معمره ديك الفيلا. المهم حالتها موسخه. صافي حتى قلنا الحمد لله غير لقينا فين نباتو، عاد غادي نبقاو نتشرطوا. كانت تما واحد الشطابه شطبنا ديك الصاله اللي غادي نعسو فيها حيت حتى واحد ما بغى ينعس في البيوت. وفي نفس الوقت اذا نعسنا في الصاله غادي نكونوا مونسين بعضياتنا. صافي الامور كلها بخير. دابا لقينا فين نباتو. انا والمهدي قررنا باش نمشيو نجيبو ما ناكلو، واسماعيل ووليد يتسناونا تما. صافي خرجنا انا والمهدي دزنا على واحد الحانوت جبنا داكشي اللي خاصنا، وانا نتفكر بلي ما عندناش باش نقصرو كاينه غير الكارطه. قررنا باش نمشيو للدار اللي فيها العائله نجيبو البلاي ونرجعو حيت ما كانتش بعيده بزاف. المهم مشينا جبناه ورجعنا بحالنا. مع الدخله اللي دخلنا لديك الفيلا انا والمهدي بان لينا واحد لابس البيض وكيطلع علينا مصطاح. بقينا كنضحكوا انا والمهدي. قلت له راه غير وليد هذاك، غير هبط، حيت بانت لي فيه الفطره ديال الوليد. ما جاوبنيش وعطانا بالظهر ومشى. حنا ديك الساعه ما تسوقناش عارفينهم باغيين يطلعوها علينا. دخلنا وانا لقى وليد واسماعيل لاعبين كارطه. جيت انا قلت لوليد خفيف ما عندي ما يتسالك، ياك ما كاين شي باب اخرى كتطلع للسطاح؟ قال لي كيفاش زعما؟ قلت له شنو الجنون اللي كانوا كيطلعوا علينا من السطاح؟ قال لي حلف الا كدوي من نيتك، وكيقسم بالله الا كيف ما خليناهم بقاو ما تحركوش من بلاصتهم. انا شفت في المهدي لقيته صفر بالخلعه، حيت داكشي اللي شفناه ماشي عادي. كلشي دخلوا الخوف. انا ما تقبلتهاش، باقي كنقول غيكون غير الوليد اللي فيه هاد الفعيل. المهم قلت لهم دابا صافي ما طرا والو، خليونا نقصروا شويه بالبلاي. داكشي اللي كان تما واحد التلفازه برونشينا سلوكو وبقينا لاعبين. ما كملاتش حتى نص ساعه وحنا كنسمعوا الشرجم ديال الكوزينه تفتح، ودوك الكيسان والطباس اللي في الكوزينه طاحوا كلهم. كلشي قفز من بلاصتو حتى واحد ما قدر يتحرك. كنتسناو غير شي حد يخرج لينا من الكوزينه، وكنا كنشوفوه بعضياتنا والهضره ما بغاش تخرج. انا في ديك الساعه باش ما نزيدش نكبر الموضوع وندخلوا في ديك الاجواء ديال الرعب قلت لهم غير ريح، بلاتي نوض نسدو وواحد فيكم يجي معايا باش نجمعوا داك الزاج، راه غادي نتحاسموا مع راجل خالتي غدا. اسماعيل قال لي انا غنوض معاك. دخلنا لديك الكوزينه النسمه ديال الريح ما كايناش.
طليت من داك الشرجم كنلقى بحال واحد الجريده اخرى صغيره كاينه تما، ما عارفينش الباب ديالها منين. المهم بقينا كنجمعو في داك الزاج، جمعنا داك الزاج كامل ودرناه في واحد الميكا كحله وخشيناه في واحد الطارو كان تما. خرجنا من الكوزينه ولقينا وليد والمهدي باقيين جامدين وكيتكلموا مع بعضياتهم وعلامه الحيره في وجههم. انا قلت لهم صافي كملوا اللعب، شكون داخل دابا؟ كانت النوبه ديالي غادي نلعبوا انا والمهدي. المهم بقينا كنلعبوا وكناكلوا داكشي اللي جبنا من الحانوت وكنحاولوا نساو داكشي اللي وقع. تقلبات الاجواء ولينا كنضحكوا ونقشموا على بعضياتنا شويه وكنسمعوا الروبيني ديال الدوش تحل. درنا عند وليد واسماعيل ولكن ما لقينا اسماعيل، لقينا غير وليد بوحدو كيلعب في التليفون. سولنا على اسماعيل فين هو، قال لنا بلي راه خرج يكمي حدا الباب. اواه والروبيني شكون فتحو؟ بدينا كنعيطوا ليه هو يجي لعندنا، قلنا ليه واش انت اللي فتحتي الروبيني؟ قال لنا لا راه انا كنت في الباب، وكيقسم لينا بالله بلي راه ما دخلش الدوش. في ديك اللحظه كلشي تبلوكا، ما بقينا فاهمين والو، واش نخرجوا بحالنا ولا نكملوا الليله؟ كل واحد وشنو كيقول، ولكن قررنا باش نكملوا الليله على الاقل حتى يطلع النهار. صافي سدينا داك الروبيني اللي كان مفتوح ورجعنا للصاله وكنناقشوا في هادشي اللي طرا لينا دابا. كاين اللي كيقول هاد الفيلا مسكونه، وانا باش ما كنبغيش نزيد ندخلوا راسنا في الرعب كنقول لهم لا عادي، هذاك غيكون غير روبيني فيه شي ديفو ولا شي حاجه، واخا انا عارف هادشي ماشي طبيعي. وبحال اللي موالين ديك الفيلا ما باغيناش نباتو ديك الليله تما. المهم قررنا باش نعسو حدا بعضياتنا باش نكونوا موانسين. كل واحد شد بلاصتو، انا ووليد نعسنا فوق سدادر، واسماعيل والمهدي فرشوا واحد الغطا كان تما ونعسو حدانا. المهم الضو مطفي وحنا كنتكلموا بيناتنا. طال واحد اللحظه اللي كنتفكرها انا باقي لدابا لحمي كيبورش عليا. سمعنا الصوت ديال البقره، ديك الجرده اللي كانت حدانا اللي قلت لكم عليها الشرجم ديال الكوزينه كيطلع عليها. واخا نجي نوصف لكم داك الاحساس ما نقدش. وصلنا لواحد الدرجه اللي حتى واحد فينا ما قادش يتزعزع، كلشي كيقول لي اذا تحركنا نقدروا نسكنوا. شويه هو يتكلم وليد، قال واش هذا صوت بقره ولا غير انا اللي كنتخايل؟ كاملين بينا قلنا ليه حتى حنا سمعناه، والمشكل الصوت باقي خدام وحنا كنتكلموا. جيت انا قلت لهم شوفوا غادي نمشيو مجموعين نشوفوا واش كاين شي بقره تما. نضناش عندنا الضو تمينا غاديين، تخيلوا معايا حنا كنزربوا خاصنا نمشيو للكوزينه باش نطلو والصوت كيضعف. حتى وصلنا للكوزينه طلينا ما لقينا حتى حاجه، تمينا راجعين وقريب نتسطاو حتى كنسمعوا الصوت ديال شي واحد كيجري في السطح بحال اللي فرجلو الطالون. كاملين بينا بدينا كنقراو القران وكنثبتوا في بعضياتنا، حيت داكشي اخوتي راه يقدر يسطي بنادم الا كان بوحدو. الحمد لله حنا كنا بربعه. المهم تمينا راجعين لديك الصاله اللي فيها غنعسو وكلنا مرعوبين، كتحس بالحلق ديالك ناشف. المهم قلت لهم الدراري غنصبروا غير حتى يطلع النهار ونخرجوا، واخا غير مع ديك 7:30. كلشي وافق وبقينا جالسين في البلاصه اللي كنعسو فيها، وكنت حاط تليفوني تشارجا وسط الدار. شويه بدا يطفاش الضو وشعل، غاب بوحدو وكيطلق شي لوانات بحال يتسطى. صافي انا نت كنجري حيدتو من الشارج وحيدت ليه الباتري وخليته شويه عاد شعلته. المهم اخوتي رجعت بحالي للبلايصه عند الدراري وباقي كلنا مرتبكين وما عارفينش شنو غادي نديرو. شويه هو يرجع داك الصوت ديال البقره، ولكن هاد المره بجد، والضو ديال الكوزينه بدا كيطفى وكيشعل غاب بوحدو. حنا جبدنا ديك الساعه حتى واحد ما قد يتحرك، كنشوفو غير في ديك الكوزينه اللي الضو فيها كيطفى وكيشعل وداك الصوت ديال البقره كيتجهد اللي ما بغاش يسكت. تما تاكدنا بلي صافي الدار مسكونه وخاصنا نخرجوا منها قبل ما توقع شي كارثه. شويه وحنا كنسمعوا الصوت ديال باب الفيلا بحال يتفتح. طلينا من واحد الشجم ديال الصالون، كيبان لينا الباب ديال الفيلا والجرده ديالها، ولكن ما كاين حتى واحد كيفتح الباب. وكان واحد الكرسي في الجرده بانت لينا بحال واحد المراه شافه بزاف، والملامح ديال وجهها ما باينينش، ولابسه بحال السلهام في الزرق وموسخ، فيها طوابع كحلين. شويه وهي تنوض، مع كانت ديك الجرده مظلمه غير الضو ديال وسط النهار هو اللي كان مضوي عليها شويه. بدات كتشوف فينا وشيرات لينا بيديها، الاشاره ديال ايديها كتقول لنا لا. ملي شفنا ليها في رجليها عندها الرجلين ديال البقره، وبدات خارجه بحالها. فتحات الباب ديال الفيلا وخرجات.
اللي فهمنا من ديك الاشاره هي خرجوا بحالكم ولا ما تبقاوش هنا. انا في ديك اللحظه والله ما قديت نتحرك، وكلنا وجهنا صفر ومخلوعين. كلشي كيقول شفتو رجل البقره، شفتو رجل البقره، كلشي بغى يتسطى. شدتنا واحد الهستيريا غريبه. المهدي هز حوايجو قال لنا والله لا بقيت هنا، واش بغيتوني نتسطى؟ وحنا كنقولوا لي غا صبر مالك صاحبي، وبدينا كنغوتوا على بعضياتنا. حنا سكتنا. قلت لهم الدراري غير تبتوا قراو القران. وليد كان عنده شويه في الطرواجي. قلنا ليه شعل القران غير باش نخرجوا بحالنا وما يخرجينا حتى واحد في الطريق. رجعنا كنشكوك في اي حاجه وخايفين من اي حاجه. داكشي اللي كنت كنقول عليه في الصغر باللي هما بحالنا خاصني نشوفهم كله لغيته من بالي، وليت كنتمنى غير نخرج بحالي من هاد المصيبه. وبقى قدامنا ديك الجرده اللي خايفين منها. المهم شعلنا القران في التليفون، جمعنا حوايجنا وبقينا خارجين. كنشوف ديك الكوزينه اللي الضو ديالها كيطفى وكيشعل، وخارجين بحالاتنا وحاضين لا تخرج لنا شي حاجه. سدينا الباب ديال الدار وبقات لينا غير الجرده باش نخرجوا بحالنا. بقينا غاديين والقران مشعول، كنحسوا بالامان شويه، وكنتسناو غير فوقاش نوصلوا لباب الفيلا الكبير. الحمد لله وصلنا ليه وفتحنا وخرجنا بحالنا. كلشي قلب قريب يسكت. سدينا الباب بالساروت وكل واحد فينا مصدوم بحال اللي يتلاقينا في شي حلم وصافي. المهم كانت 6 ديال الصباح. بقينا في البحر ما نعسناش حتى لديك 10. وانا نعيط لراجل خالتي قلت ليه اجي يدي السوارد. جا لعندي عاودت ليه اشنو طرا لينا انا، وقلت ليه بلي من الاحسن ما تكرياش لدوك الناس. وداكشي اللي دار حتى دوك الناس عاود ليهم اشنو طرا لينا وما دخلوش ليها. ومن ديك الوقيته انا والدراري ما عاودناها حتى واحد، حتى قلنا نعاودوها لكم نتوما.